السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي نادي القرن في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وإليكم الأخبار التالية. كشف الناقد الرياضي خالد بيومي أن محمود الخطيب فجر مفاجأة مدوية من العيار الثقيل حول حصول فريق النادي الأهلي على خدمات نجم وسط الملعب من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية والذي سيقام بأمريكا. وكشف خالد بيومي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قدم تقريرا فنيا عن احتياجات الفريق الأحمر من أجل التعاقد مع العديد من اللاعبين والتحرك مبكرا لحسم العديد من الملفات استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية من أجل المنافسة بقوة وتحقيق مراكز متقدمة خلال الفترة الحالية. وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ضم حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري على سبيل الإعارة قبل انطلاق كأس العالم للأندية عام 2025 من أجل تدعيم صفوف فريق النادي الأهلي بناء على توصيات مارسيل كولر المدير الفني للفريق. وقال خالد بيومي: نشر النادي الأهلي عبر حسابه الخاص منذ قليل بيان رسمي أعلن فيه ضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل انطلاق مونديال الأندية، وعقب الزيارة التي قام بها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم. وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رغبته في التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الفريق وضمه إلى الفريق، لا سيما أن الأهلي مقبل على العديد من المباريات الهامة ويحتاج إلى تدعيمات في صفوف الفريق. وأكد خالد بيومي أن السويسري مارسيل كولر موقفه من خطوة عودة أحمد حجازي من جديد إلى القلعة الحمراء، وذلك بعد طرح الأحمر من جانب بعض الوكلاء، لكنه رحب بضم رمضان صبحي بأي ثمن، إلا أنه أحد وأهم متطلبات الفريق. وتحفظ بشدة مارسيل كولر على فكرة عودة أحمد حجازي مدافع منتخب مصر وفريق نيوم السعودي إلى القلعة الحمراء من جديد. ويأتي رفض مارسيل كولر عودة أحمد حجازي لأسباب فنية، بالإضافة إلى عامل السن، حيث طلب المدير الفني ضم صفقات بمواصفات مختلفة في الفترة المقبلة. وكان أحمد حجازي قد خرج من معسكر منتخب مصر في الفترة الماضية، وذلك بسبب الخلاف مع الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، حيث يرفض فكرة الجلوس على دكة البدلاء، واشترط المشاركة الأساسية في المباريات للتواجد. أما بخصوص محمود كهربا في طريقه للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، ارتفعت بشدة فرص رحيل محمود كهربا مهاجم الفريق بالنادي الأهلي عن صفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبدأ محمود كهربا يتحدث مع بعض المقربين منه بشأن رغبته في الرحيل في ظل الضغوطات التي يشعر بها في تجربته مع القلعة الحمراء في الوقت الحالي. وعاد محمود كهربا للتفكير في بعض العروض المحلية، حيث كان على رادار فريق زد في بداية الموسم، ونفس الأمر يبحث مع وكيله عن إمكانية توفير أحد العروض الخليجية في الفترة المقبلة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء. وقد تسبب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي في ضياع بطولة كأس الانتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي، وأهدر ركلة جزاء الحاسمة للبطولة، وبالتالي يتعرض للعديد من الانتقادات والضغوطات الحالية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان يوصلك كل جديد في جديد أخبار النادي الأهلي.